السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدين مع نادي الزمالك، نادي الزمالك بينهار ماليا وفنيا وإداريا وكل حاجة. وسيادة المستشار مرتضى منصور أنا مش عارف هو موجود كرئيس نادي ولا معزول ولا إيه. فهنعتبر إن سيادة المستشار هو رئيس النادي. كل شوية حضرتك تطلع ورق تقول أرصدة النادي محجوز عليها، ممدوح عباس مش عارف ايه. طب احنا بقى هنفضل كنادي الزمالك ما ورناش الا ممدوح عباس وأرصدة النادي اللي محجوز عليها ومفيش حلول؟ خلاص هو هنفضل كده النادي الزمالك كده، لا لعيبه عارف يأيد ولا صفقات عارف يعمل صفقات ولا تسويق لعيبه اللي موجوده عنده اللي هيمشيها عارف يمشيها. فكده انا شايف ان نادي الزمالك بيضيع واحده واحده، مش عارفين نعمل اي حاجه في صالح النادي الا اننا نطلع نندب بس. فانت حضرتك انا عارف ان انت راجل قوي، فالمفروض ان انت تدور على حلول بدل ما هتقعد كل شويه تدور على شماعات تعلق عليها. حتى لو انت مالكش ذنب في ده، لا تدور على حلول لحضرتك تنسحب من المشهد ونشوف غيرك، او النادي يشوف غيرك، او وزاره الشباب تعين لجنه مؤقته تشوف حلول للنادي الزمالك، تجيب صفقات وتحل مشكله القيد. في مشاكل كتير لازم تتحل، مش هنقعد نعمل زي ما بيقولوا زي اللي اتدلع عجينها ومش عارفين نعمل ايه. احنا ندور على حلول النادي علشان الوقت ضيق، وفي ظل ما احنا النادي الزمالك في الدايره دي مش عارف يطلع منها. كم المشاكل، لعيبه هتبدا تزهق. اذا كان عندك كم فرد عدلين هيبداوا يزهقوا، هيبداوا يتخنقوا، الاغراءات كتير. والكلام حضرتك عارف على مين؟ على زيزو وعلى فتوح وعلى كم وعلى الجزيري وعلى الكم فرده اللي شايلين الفرق، اللي مخلين النادي الزمالك يعني ايه في الحته دي. هو النادي الزمالك بالصفقات طبعا اللي جت النادي الموسم ده، اللي ما فيش حد عمل اضافه خالص بنسبه 100%، لان لو عملوا اضافات كان الزمالك الموسم اللي فات اقل من كده وحقق بطولات. الموسم ده الزمالك ما حققش حاجه خالص، اخره الكاس. في ظل المشاكل دي كلها والمواضيع دي كلها، النادي الاهلي بيعمل صفقات لصالح النادي، لصالح الفرقه، هتضيف للفرقه فنيا. والنادي بيراميدز، انا قريت ان هو خلص مع بن شرقي طبعا، فرده طبعا كلنا عارفينها. وهو عنده رمضان صبحي وعنده اسلام عيسى، يعني عنده ليله جامده قوي سعادتك، وبيجيب لعيبه. فالنادي الزمالك رايح فين احنا مش عارفين. نتمنى يا سياده المستشار حل ازمات النادي الزمالك. انت لو في حاجه شخصيه بينك وبين ممدوح عباس هتقول لي النادي الزمالك، طيب حتى لو هو جاي على النادي الزمالك لازم ندور على حلول. ما نقعدش نقول اصل يعني احنا كلنا عرفنا ان ممدوح عباس حجز على النادي وان هو عايز من النادي فلوس وان هو وحش، راجل وحش. طب احنا عايزين حلول، جماهير النادي الزمالك عايزه حلول، جماهير النادي الزمالك عايزه فرقتها ترجع. فنتمنى رساله مني للمستشار مرتضى منصور، نتمنى حضرتك تدور على حلول النادي الزمالك الفتره اللي جايه علشان تلحق تجيب فيه لعيبه كتير كويسه ممكن تخلصها من الدوري المصري. وممكن اقولها بالاسماء، بس اكيد اللجنه الفنيه في النادي الزمالك او اسماء النادي الزمالك كلها شايفين مين اللعيبه الكويسه اللي هتضيف للنادي الزمالك. فيا ريت في اقرب فرصه نشوف مشاكل النادي الزمالك بتتحل. السلام عليكم ورحمه الله.